أول ما بنتخرج من كلية طب الأسنان بنقف قدام ألف سؤال. هل أعمل ماستر ولا أعمل معادلة وأسافر ولا أفتح عيادة ولا أشتغل على نفسي الأول، ولو فتحت عيادة أشغلها إزاي وأديرها إزاي؟ فأنا عايزة البودكاست ده يكون بمثابة دينتال جي بي اس لكل دكاترة الأسنان اللي لسه متخرجين. أخش في أول سؤال على طول، يلا بينا. وده تعتبر 90% من الدكاترة هي بتقع في نفس الحيرة دي. احنا كلنا أول ما نتخرج فعلا بنبقى ماذا ها. بعد؟ ايوه. هنعمل ايه؟ في بيبقى اعمل ماستر. طب لو انا مش مفتوح لي ان انا اعمل ماستر، طب اعمل ايه؟ هل افتح عياده على طول؟ في ناس برضو بيبقى قدامها اوبشن انها تفتح عياده على طول. هل ده صح ولا لا؟ في حاجات كتير قوي وطرق كتير قوي، مش عارفين ناخد انهي طريق فيهم. نعمل ايه؟ اول اعمل لك كده زي ما انت قلتي جي بي اس. اعمل ايه؟ انا هقسم الموضوع لحاجتين: الجزء البراكتيكال والجزء الثيوريتيكال. الجزء البراكتيكال ده اول ما اتخرج على طول عايزر ان انا اروح اشوف منتور اقف معاه، ودي للاسف بقت صعبه جدا ان ما بقاش حد بسهوله عايز يعلم حد. ادور على كورسز. خلاص ما لقيتش حد هيعلمني، محدش هيوصل لي المعلومه، خليني اشوف كورسز بقدر الامكان. البراكتيكال كورسز بلاش افتح عياده اول ما اتخرج، لان انا هضحي بسمعتي. اول ما تتخرجي هيجيلك قرايبك ومعارفك، لو بوظتي الدنيا هيحبوكي وكل اهلا يا ريلاتيف حبيبتي، بس سيندروم. ما حدش هيجيلك. فبلاش افتح عياده اول ما اتخرج. خليني الاول اشوف موضوع الكورسز، اشوف حد اقف اتعلم معاه. دي السكه بتاعت البراكتيكال. وبعد سنتين ثلاثة أربعة أقول أنا يلا أبدأ أفتح عيادة. في بقى الطريق التاني، طريق البوست جراديويت ستاديز، ودي اللي بقت مشكلة كبيرة دلوقتي. أنا شايف الماسترز في الكليات بقت صعبة، هم حددوا الأعداد. في جامعات كتير المعاملة ما بقتش لطيفة. الماسترز بقت صعبة جدا هو ده اصلا ومكلفة. مهم ان انا اخده؟ يعني انا لو ما خدتوش فضلت جي بي عادي، هل ده فيها مشكله؟ اه هقول لك حاجة: you never know ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل تقول يا ريتني خدت الماسترز. آه، يعني انا دايما اقول ايه، انت عايز تعلي سكيلز بتاعتك مش الماسترز كورسز، شوف كورسز محترمه تاخدها. بس الماسترز مهمه كشهادات. طيب مش عايز اخد ماسترز، في حاجات تانية. في حاجات اللي هي الزمالات البريطانيه، بس هي كوستي قوي. الزمالات الام جي دي اف، ام اورسو، ام امبلانت، ام الكلام ده كله. في دبلومات، في حاجات على فكره لذيذه. مثلا في دبلومه بتاعت معهد الليزر، يبقى انت واخده وفي ماسترز من معهد الليزر. هو مش ريليتد للاسنان، بس هتقدري تطبقيه للاسنان. اسمي معايا ماسترز. لو الدنيا ضلمت قدامك ودورتي على سفر هتسافري وانت معاكي ماسترز. فخلينا ندور على الحاجات دي بيسايد طبعا الكورسز اللي هي هتعلي السكيلز بتاعتي.